السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشوني كتير، يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة هعمل محشي. اهو جبت الكوسة وقاعدة اهو بقورها، وجبت فلفل، وجبت بدنجان. العيال نفسهم فيه وانا بقالي كتير بصراحة ما عملتش، فقلت اعمل بقى. ورحت بقى لقيتلك بقى الكوسة بكام؟ ب16 جنيه. والحاجة غالية مولعة، والخضرة الحزمة قد كده. هوريها لكم دلوقتي الحزمة الخضرة قد ايه. جبت بقى الحاجة واديني قاعدة اهو بعمله. الاول هقور الكوسة وهقور الحاجة، وبعد كده ايه هقطع الخضرة واقطع الحاجات. يلا اشتركوا في القناة وتفاعلوا معانا ووصلونا ل1000 مشترك يا احلى ناس في الدنيا دي كلها. اديني اهو كده خلصت الكوسة، وبدأت في البدنجان. بطريه الاول وبعد كده اقوره. مهم. بعد ما جبت اختي البدنجان، انا اخدمها عند حماتي بدنجان والفلفل. طلع صغير قوي، زهقني بقى في التقوير وانا بحشي. برضه هوريكم عمل معايا ايه. زهقني طلع عيني. بصوا عماله اقوره ازاي. تعبني قوي، صغير قوي، ما كانش عايز يتحشى، ده كان عايز يتعمل مخلل. دي حلوه، دي كبيره. اديني بقى كده خلصت كله، التقوير والفلفل وكله. بصوا بقى عزمه بصوا بقى، دي كده دي بجنيه. الورقتين دولت بقوا بجنيه. يعني حبه الخضره اللي انا جايباهم دول، اللي انتوا مش شايفينهم جوه الكرتون دول، ب5 جنيه. يعني يرضي مين ده بقى ان شاء الله. يعني انا كنت بجيب ب2 جنيه قد كده، دلوقتي جايبه ب5 جنيه مش باينين. يلا الحمد لله. اهو ببتدي بقى ان انا اقطع الطماطم. اقطع الطماطم واقطع فيها الخضره واقطع فيها البصل، وبعد كده اروح ايه، انا غاسله الرز وسايباه جوه في المطبخ، هروح حاطاه عليهم. قولوا لنا ايه رايكم بقى في الحاجات اللي احنا بننزلوها، وعايزين دعمكم معانا واشتراككم في القناه، وعايزين نكبر بيكم يا احلى ناس في الدنيا دي كلها. حتى الطماطم غليت ب10 جنيه الطماطم. اهو بكده انا خلصت الطماطم، وهبتدي بقى ان انا اخرط الخضره الحزينه اللي احنا جايبينها دي ب5 جنيه. هنبتدي بقى نخرطوها على الطماطم. بصوا الحزمه انا مش عارفه امسكها من كتر ما هي صغيره، انا مش عارفه امسكها. انا بنضفها. انا طبعا غسلتها وحطيتها في ميه ونضفتها وبنضفها تاني. هي اساسا كلها عايزه تترمي. اهو لو اي حد عنده قصة جديدة عايزين ان احنا ننزلوها، يبعتها لنا واحنا نعملوها وننزلوها له. اديني خلصت بقى، ببتدي اعمل بقى البصل بقى ما اقولكمش بقى. انا ما بحبش البصل اعمله، بيخلي عيني اقعد اعيط عماله اخرطه وانا عماله ادمع دلوقتي. اهو اخرط بصلتين كبار كده عليهم، واقوم بقى احط الرز عليهم، واروح بقى حاشيه المحشي واسويه. الواحد كل يوم يحتار يعمل اكل ايه، كل يوم الواحد يقوم من النوم محتار يعمل اكل ايه. لو اي حد عنده اكلة فكرة جديدة كده ما اتعملتش يقول لنا عليها احنا نعملوها. اهو البصلة التانية، وما اقولكوش بقى انا من ورا عاملة ازاي بقى من كتر العياط اللي انا عمالة اعيطه من البصل. عينيا عاملة ازاي.
معلش احنا قعدنا فترة ما كناش بننزله فيديوهات علشان كان عندنا ظروف، بس الحمد لله عدت على خير. ربنا يسترها علينا جميعا يا رب، ويشفي كل مريض يا رب، وما يكتبش العلي على حد ابدا يا رب، ويفرح قلبكم بحبايبكم ان شاء الله، وتشوفوهم احسن الناس كده ان شاء الله باذن الله. كل بقى اللي يشوف الفيديو يعمل لنا لايك. اديني اهو كده بقى انا خلصت، رحت بقى المطبخ هحط الرز بقى عليه. حطيت الرز، هبتدي بقى ان انا احشي بقى. جبت حله كبيره عشان احط كله، هحط الباذنجان مع الكوسه مع الفلفل في حله واحده، مش هعمل 100 حله انا بقى واعمل مواعين قد كده، واساسا الميه عندي قرفاني ما بتجيش غير ساعه ساعتين في اليوم اهو. ابتدي بقى ان انا احشي اول حاجه الكوسه، بدخل بقى الرز لجوه عشان ما بحبهاش تبقى فاضيه من جوه. لما بتبقى فاضيه العيال ما بيرضوش ياكلوها، وانا مش بحبها فاضيه بصراحه اهو. بصوا الكوسه حلوه كبيره بتتحشى. البدنجان بقى ما اقولكوش بقى وانا بحشيها بقى عامله ازاي، بقى منور هتضايق منه قوي وانا بحشي. انا اصلا ما بحبوش بحشي، انا بجيبه عشان خاطر العيد. وطبعا حطيت بقى البهارات في الاسمر والملح، وبهاراتك بقى شوفي انت عايزه تحطي عليه ايه. في ناس بتحط عليه نعناع، لو نعناع فريش لسه جايباه، في ناس بتحط عليه، بس انا بصراحه ما جربتوش قبل كده. اديني اهو خلصت بقى الكوسه، هبتدي بقى ان انا احشي البدنجان. هحشي بقى كله وهوقفه بقى كده، هوريكم بقى انا هوقفه ازاي. استنوا بصوا بقى البدنجان بقى وانا بحشيه بعمل ازاي. زهقني بقى زهقني، صغنطط قوي من فوق صغير، ودي كده حلوة. ده اصبروا وهتشوفوا الباقي عامل ازاي شكله، في قد كده زنططة خالص. بصوا انا مالية ازاز قد ايه عشان المية اللي بتقطع عندي. وطبعا بصدق بقى المية تيجي اروح جارية غسل المواعين كلها اللي عندي، وببقى محوشة مية برضو بغسل منها المواعين. المية عندنا فظيعة هنا اهو. اشتركوا بقى يلا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك 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 عشان نكبر بيكوا يا احلى ناس في الدنيا. قولوا ايه رايكم بقى في المحشي اللي انا هعمله دوت. إيه، شجعوني كده، ادوني شجاعة ان انا اعمل لكم حاجات وانزلها لكم اهو. ببتدي بقى بصوا انا بعمله ازاي. انا زهقت بقى منه بقى، زهقت منه بجد، يعني خنقني. الفلفل بقى اسهل حاجة بقى، الفلفل الله سهل كده في الحشو وجميل وبيتحشى بسرعة كده بسرعة. اديني خلصت الباذنجان والكوسة وهحشي بقى الفلفل. بصوا بقى الفلفل الله جميل قوي، بحب احشي بقى الفلفل انا عشان في 5 دقايق بيخلص. بس بسرعة كده تحشي وتحطي تحشي وتحطي. اخلص بقى الفلفل كله، بس حاسة ان هو هيفيد رز. رحت طلعت، كان عندي حبة ورق عنب قلت اطلعهم احشيهم هما كمان مع بالرز اللي فوق دوت، بدل ما اشيله في التلاجة وباجي اطلعه بحس ان هو طعمه بيبقى مش حلو، فلما يبقى طازة كده بيبقى حلو. احشي الفلفل كله
واللي هيفيض اروح حاشة بيه ايه حبة ورق عنب. انا كده ايه عملت لهم انواع المحشي كله بقى ايه يفرحوا. اهو اديني خلصت بقى، ايه رأيكم بقى؟ قولولي ايه رأيكم. وعملت كمان ورق عنب، انجاز انجاز انجزت. اهو بصوا، اهو بصوا وقفته بقى كده مع بعض في حلة واحدة، وعملت حلة تانية ورق عنب. قولي بقى ايه رأيكم بقى، واشتركوا في القناة وتفاعلوا معانا بقى على التعب اللي انا بتعبه ده بقى. اهو شايفين موقفة ازاي جنب بعض. بقى ايه ده، ايه بقى كوم مواعين بقى. بصوا بقى المواعين بتاعت المحشي قد ايه بقى. هبتدي بقى ان انا اغسلها طبعا بالميه اللي انا مخزناها لحد ما الميه تيجي. وكده خلصت الحمد لله، وغسلت المواعين وخلصت المحشي واستوى. وقولوا لي بقى ايه رايكم. يلا تعالوا بقى كلوا معانا بقى. والف هنا اهو خلصت، واجي ورق العنب كمان اهو. باي باي يا حبايب قلبي، اشوفكم بخير، مع السلامه.